السلام عليكم. اليوم عندنا هاي الجيب جراند شيروكي 2023. السيارة وصلتنا بها مشكلة الكيلومتر يرمش بسبب استبدال لايتات أمامية تجارية، وكذلك السكنات الجانبية كانت ما تشتغل هي والبروجيكتورات. طبعا عالجنا موضوع الكيلومتر اللي يرمش، وأيضا عالجنا موضوع السكنات الجانبية مع البروجيكتور. شوفكم تشغيلهن. هاي حاليا اشتغلن بدون أي مشكلة، وكذلك بدون تشطيبات. هاي نشوفكم الكارتات مالتن. هذا كارت مال تجاري يجي لونه لامع بدون اي تشطيبات، لا من اللايت ولا من البادي كنترول، مثل الاجراءات اللي يستخدموها حاليا اصحاب المصالح. على كل بقى عندنا الرادار مؤشر طالب برمجه. هاي اذا تلاحظون يقول لي فرونت رادار مسين كالبريشن، طالب شواخص. راح نبرمج ان شاء الله ونعيد تفعيل نظام الاوتو امرجنسي بريكنج. تابعوا الفيديو للنهايه. هاي حاليا بعد برمجة الرادار الامامي مثل ما تلاحظون يقول لي اي سي سي ريدي فعال ودون اي خلل يذكر. تحياتي.